في هذا الفيديو نستعرض معكم ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم، الفرق المتأهلة إلى تصفيات كأس العالم 2026، وكذلك الفرق التي ستلعب دور الملحق في منافسة قوية للغاية. ستشهد تواجد عدد ضخم من المنتخبات العربية إلى جانب كبار منتخبات القارة الصفراء. منتخب السعودية الذي نجح في إسقاط منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 وفاز عليه في افتتاحية البطولة في مفاجأة من العيار الثقيل، سيكون على رأس المنتخبات العربية المشاركة في تصفيات آسيا لكأس العالم. وبعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من نسخة 2026، سيكون لدى قارة آسيا 8 مقاعد ونصف في العرس العالمي. فقد تأهل في المجموعة الأولى إيران وأوزبكستان، أما الإمارات وقطر فسيلعبان في الملحق. في المجموعة الثانية تأهلت كوريا الجنوبية والأردن رسميا، فيما سيلعب منتخبي العراق وعمان في دور الملحق. في المجموعة الثالثة تأهلت اليابان وأستراليا رسميا، فيما ستلعب السعودية وإندونيسيا في دور الملحق. كل التوفيق لفرقنا العربية في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.